النهارده ان شاء الله هنشرح اداه مهمه جدا وهي لوكر ستوديو، وهنتعلم اللي احنا ازاي نستخدم الاداه دي في حل بروجكت فعلي او تنفيذ ريكويرمنتس معينه هتجيلنا من الادارات. وهنتعرف على الاداه دي عن طريق الليرنينج باي دوينج، او ان احنا مش هنشرح كل حاجه بالتفصيل، لا احنا هنتعلم ازاي نستخدم الاداه دي اثناء الشغل بتاعنا. فعايزك تجهز احلى 50 شاي ويلا بينا. طيب خلينا كده في البدايه نناقش الاجنده بتاعه الكورس بتاعتنا، وهنشوف التوبكس اللي احنا هنشرحها، وهنتعرف سريعا كده على لوكر اوفر اول الفيديو ده هيمشي ازاي. اول حاجه خلينا نتعرف على المواضيع اللي احنا هنناقشها. مبدئيا كده احنا هناخد مقدمه عن لوكر، وازاي نحمل او نعمل امبورت لداتا سيت عندنا في لوكر ستوديو، وتحديد المشكله اللي هنعمل عليها، ودي طبعا هتيجي في السلايدز الجايه هنشرحها، والتعامل مع طلبات الاداره المختلفه، وهنبني الحقول، او بالمعنى الادق ازاي هنبني الكالكوليتد فيلدز او الميجرز عن طريق لوكر ستوديو. خلينا كده في البدايه نعرف ايه هو لوكر ستوديو. بكل بساطه يا ريس، لوكر ستوديو دي اداه مقدمه من شركه جوجل بتخليك ان انت تعمل داشبورد او تقارير، وتقدر تشيرها مع اكتر من حد بشكل فري، جاست بس ان انت يكون عندك حساب على جوجل. يعني خلينا نقول كده هي فيجواليزيشن تول. ولكن في فرق كبير هنا بقى، انا هختفي لك كده من الشاشه عشان تركز معايا. في فرق ما بين لوكر ستوديو وما بين لوكر كلاود. ايه بقى لوكر كلاود ده؟ بص يا باشا، لوكر كلاود ده هو منصه متقدمه لتحليل البيانات. زي ما جيت قلت لك من شويه، لوكر ستوديو دي جاست فيجواليزيشن تول او ريبورتنج تول. انما لوكر كلاود دي بقى لا، دي بقى منصه متقدمه لتحليل البيانات طورتها شركه جوجل، وبتعد جزء من الجي سي بي او الجوجل كلاود بلاتفورم. ودي طبعا بتختلف عن لوكر ستوديو لانها مش مجرد اداه لانشاء الرسومات البيانيه والتقارير، هي بزنس انتليجنس تول كامله تقدر تعمل عليها داتا موديلنج وداتا كليننج والكلام الجميل ده، بس عن طريق الكلاود. واللغه اللي بتتكتب بيها عشان تبني الداتا موديلنج بتاعك جوه لوكر كلاود هي اللوك ام ال. فده الفرق ما بين لوكر ستوديو ولوكر كلاود. بيشتغل ازاي بقى؟ مبدئيا كده لوكر ستوديو بيشتغل بتقنيه او ميكانيزم كده اسمه كلاينت سايد ريندرنج، وده بكل بساطه ان اي فيجواليزيشن او اي دداتا سورس بتتحمل، فهي بتتحمل عندك عن طريق المتصفح، او الشغل كله بيتم عن طريق المتصفح. والكلام ده طبعا بيتعمل في الباك اند عن طريق الجافا سكريبت، ال HTML وال CSS. وده بيدينا ميزه حلوه قوي، ان احنا مش محتاجين برامج نسطبها، مش محتاجين اي حاجه، جاست افتح جوجل كروم وعيش يا ريس. وفي نفس الوقت امكانيه الشيرابيلتي، ان انا اقدر ان انا من خلال التقرير ده ابعت لي يا باشا على الجيميل ده، ودخل لي ده ودخل لي ده، جاست بس ان يكون في جيميل. فكده احنا اتعرفنا على لوكر ستوديو وخدنا انتروداكشن سريع عنه كده. تعالوا بقى نشوف المشكله بتاعتنا ونتعرف على الشركه بتاعتنا. اول حاجه، الشركه اللي احنا هنشتغل معاها يعني اسمها شركه جو رايد، وهي منصه لحجز الرحلات اونلاين، حاجه زي اوبر وكريم كده. وعندها انواع عربيات مختلفه، سيدان وميني وبريمير وسكوترز وهكذا، عشان تتناسب مع احتياجات العملاء المختلفه. مع النمو الكبير بقى اللي حصل في عدد الرحلات، الشركه بقت تواجه تحديات في نسبه الالغاءات العاليه، وتاثيرها المباشر على الايرادات وتجربه العميل. فاذا المشكله العامه بتاعتنا ان في دلوقتي الغاءات، وعايزين نعرف الالغاءات دي سببها ايه، وايه المتعلق بيها وهكذا. ايه اللي الشركه طالباه منك؟ بكل بساطه محتاجه تعرف حاله الرحلات، وحجم الايرادات الفعليه مقابل الايرادات المفقوده طبعا بسبب الالغاءات يعني، وطرق الدفع الاكثر استخداما، والتوزيع حسب نوع العربيه. ده كده الريكويرمنتس العام اللي الشركه عايز تعرفها. هيجي لنا بقى ريكويرمنتس تاني عن طريق الايميلات من ادارات مختلفه طالبين حبه ريكويرمنتس مختلفه، بس بتصب في المشكله العامه بتاعتنا وهي الالغاءات وسببها. طيب خلينا بقى كده نروح نفتح لوكر ونشوف القصه دي مع بعض. طيب خلينا كده في البدايه نتعرف على الاعمده اللي موجوده في الداتا سورس بتاعتنا او الداتا سيت بتاعتنا. اول حاجه عندي تاريخ الرحله، وتاني حاجه عندي وقت حجز الرحله، وعندي البوكينج اي دي او رقم الحجز المميز، وده اوريدي بيكون يونيك. وكذلك عندي الكاستمر اي دي او رقم العميل، وهنا الفيكل تايب او نوع العربيه، وكذلك عندي البيك اب لوكيشن والدروب لوكيشن. وعندي هنا 2 كي بي ايز ليهم علاقه بمتوسط زمن الرحله ومتوسط زمن الانتظار، اللي هي ال VTAT اللي هي ال Vehicle Turn Around Time، وكذلك ال Customer Turn Around Time. وعندي هنا ال Cancelled Rides by Customer، وهنا بيديني علامة إذا كانت الرحلة اتلغت من العميل ولا لأ. وعندي هنا ال Reason for Cancellation by Customer، وكذلك نفس الكلام ده مع السواق، وكذلك هنا السبب اللي السواق لغى عشانه. وهنا ال Incomplete Rides في حالة اللي احنا عندنا already رحلات غير مكتملة. وكذلك عندي هنا
برضو الايه كومبليت رايدز ريزن ليه الرحله دي ما اكتملتش، وكمان البوكينج فاليو او قيمه الحجز، والرايد ديستانس او المسافه المقطوعه للرحله، وكذلك هنا الدرايفر ريتنج تقييم السائق، والكاستمر ريتنج، والبيمنت ميثود. مبدئيا كده خلينا اقول لك احنا مش هنشتغل على كل الاعمده دي، احنا هنشتغل على كذا عمود او عمودين او 3 اعمده من الداتا سيت كامله. اول حاجه انا عندي هنا من اكتر الحاجات اللي عايزك تفهمها، عندي البوكينج ستيتس دي فيها اكتر من سبب. السبب الاول عندي رحله كومبليتد، وعندي رحله غير مكتمله انكمبليت، وكذلك عندي حاجات ليها علاقه بالالغاءات او حالات ليها علاقه بالالغاءات، كانسل باي درايفر، كانسل باي كاستمر، او درايفر نوت فاوند. وعايز اقول لك ان احنا من الداتا سيت الواحده دي نقدر نطلع اكتر من بروجكت، ونعمل اكتر من اسلوب للشرح، وكذلك نطلع اكتر من كي بي ايز، ونطلع حاجات مهمه جدا. ولكن المره دي احنا هنشتغل بس على اللي احنا ازاي نفهم، اللي احنا نكريت كالكوليتد فيلدز، ازاي اوريدي نفهم الداتا سيت، ازاي نعمل داتا بريفيو للداتا سيت بتاعتنا، وهكذا. فالهدف من انك تتعرف معايا على الداتا سيت دي هو بس انك تكون فاهم احنا هنشتغل على ايه، ولكن نقدر من خلال الداتا سيت دي نعمل بيها حاجات كتير جدا، وانت ممكن تبدع بعد ما تخلص معايا الاساسيات بتاعه التول دي. ممكن انت بقى تطلع اوريدي داشبورد احسن من كده بكتير جدا، ولكن بناء على مشاكل معينه او كيسز معينه. هيطلع لك لوكر ستوديو اوفر فيو، ادوس عليها، ومن هنا كده هيظهر لك الواجهه دي. هنا بيكون في كل التقارير بتاعتك، وهنا التقارير اللي متشيره معاك، وهنا التقارير اللي اوريدي على الجيميل بتاعك او باسمك يعني، وهنا التمبلت بحيث ان انت لو عايز تحمل تمبلت معين تختصر الوقت وكده، وهنا التابات بتاعه الداتا سورس والاكسبلور. لو جينا دوسنا عليها كده، الداتا سورسز دي بيكون فيها كل البابليك داتا سورسز اللي انت عملت لها ابلود، وتقدر تستخدمها في اكتر من مشروع. ودي دايما بتكون اي حاجه ليها علاقه بالكلاود، او موجوده مثلا على جوجل شيت او اي حاجه، فانت بتاخد نسخه من الداتا سورسز دي وبتعملها او بتخلي الحاله بتاعتها بابليك عشان تقدر تستخدمها في اكتر من مشروع. وهنا الاكسبلور لو انت عايز اوريدي ايه تكريت فيجواليزيشن معينه او تتشيك على حاجه معينه، فبتعمل اكسبلوريشن كده للداتا سورسز بتاعتك يعني. هدوس هنا على بلانك ريبورت وهعمل ريبورت جديد. انا دلوقتي هنا بيظهر لي الصفحه دي اللي هي ايه كونكت تو داتا. عايز انت يا باشا تختار كونكشن من دول او كونكتور من دول، ولا عندك داتا سورسز عايز تاكسس عليها. وهنا مديك سامبل داتا سورسز تقدر تاكسس عليها عشان لو عايز تتمرن يعني. هقول له والله بص انا عايز ابلود عندك داتا سورس معينه. بس قبل ما اقول لك الابلود تعالى نتعرف كده على الكونكتورز اللي موجوده دي. اولا احنا عندنا هنا كل الكونكشنز اللي ليها علاقه بجوجل، زي جوجل شيت، جوجل ادز، جوجل اناليتكس، لوكر كلاود، وهنا بيج كويري، واب شيت، وسي اس في فايل، ومايكروسوفت، وغيرها كتير جدا من الكونكتور. وكذلك هنا عندك ماي سيكوال، وسيكوال سيرفر، وبوستجريس. بس طبعا لو انت عايز تتمرن وتربط ماي سيكوال بلوكر، للاسف ما بيستخدمش او ما بيقبلش لوكال هوست، فبيعمل قصه كده يعني. فاحنا في الحاله بتاعتنا دي هنابلود سي اس في فايل. طيب هنروح كده للسي اس في ده، وهعمل من هنا ابلود، وهختار السي اس في بتاعي. هيظهر لك هنا كده. هنا هندوس اد بقى. بعد ما الداتا بتتحمل بيبتدي ان هو يفتح لك الشاشه دي. اول حاجه عندك هنا حاجه اسمها الفريدم لاي اوت والريسبونسيف لاي اوت، والفرق ما بينهم من اسمهم. زي ما انت شايف كده بقول لك الريسبونسيف ده بياخد مساحه الشاشه اللي مفتوح عليها الريبورت، ولكن بيكون رخم شويه في الكستمايزيشن بتاعه. وكذلك عندك هنا الفريدم لاي اوت دي يا باشا سواء فتح من على تابلت، موبايل، من كمبيوتر، بيشتغل. طيب نروح بقى للداتا اللي اتحملت. بيظهر لك هنا الثلاث حاجات دول او الثلاث قوائم دول، دي ليها علاقه بالداتا سورسز اللي اتحملت. وهنا بيظهر كل الكولومز وكل الميجرز اللي احنا اوريدي حملناها او اللي احنا اوريدي كريتناها، والبروبرتيز او البروبرتيز بتاعه الحقول، وهنشوفها اوريدي في خلال الشغل بتاعنا يعني. فانا دلوقتي عندنا حاجه مهمه جدا لازم تاخد بالك منها. اول حاجه عندي دي طبعا الفايل والايديت والفيو، دي حاجات ليها علاقه بالريبورت. وهنا البيجز من اسمها، ولوكر ستوديو بس انك تقرا بالانجلش الاسم هتلاقي نفسك الموضوع ايه بسيط جدا يعني. وهنا بقى الريسورسز، عايزك تركز على اول واحده دي مانج ادد داتا سورس. هنا الداتا سورس اللي اتحملت، وتقدر طبعا على حسب البروجكت بتاعك تضيف اكتر من داتا سورس، سواء من اكسل شيت، من جوجل شيت، من بيج كويري، ايا كان. من خلال ايديت هنا بنبتدي ان احنا نعدل اوريدي على الداتا تايب الخاصه بالداتا سيت بتاعتنا، وهنا بيظهر كل الميتريكس بتاعتنا. وهنا لو عايز اعمل بريفيو لحاجه معينه، خلينا مثلا نروح كده نشوف الداتا اللي موجوده جوه مثلا الكات ده. زي ما انت شايف بيديك كده نبذه عامه او صوره كده عامه او بريفيو عن الداتا سورس او الداتا اللي جوه العمود بتاعنا. طيب هنا طبعا لو عايز تخليها ريوزابل، بمعنى ايه؟ لو جيت دوست عليها كده
هنا بقى بيقول لك ايه، عايز تخليها بابليك داتا سورس زي ما جيت قلت لك، بحيث ان انت تستخدمها في اكتر من مشروع، وتخليها على الكلاود الخاص بلوكر ستوديو ولا لا. فدي حاجه ترجع لك انت يعني. فانا مش هطول عليك ان احنا نشرح اليوزر انترفيس، لان دي مش حاجه اوريدي مفيده قوي يعني، ولكن هنتعرف عليها في خلال الشغل. خلينا بقى نشوف مع بعض كده اول ايميل جاي لنا من الاداره. بعت لنا ازيكم عاملين ايه الزملاء الاعزاء، اود منكم اعداد لوحه متابعه داشبورد توضح لي صوره شامله عن اداء العمليات، وذلك من خلال: واحد، عدد الرحلات حسب نوع المركبه، ونسبه الالغاءات مقارنه باجمالي الرحلات، والاتجاه الزمني لمعدلات الالغاء لمعرفه ما اذا كانت المشكله تتفاقم مع الوقت. والهدف من التقرير هو تحديد نقاط الضعف التشغيليه واتخاذ قرارات وهكذا. مبدئيا كده انت ما بيجيلكش الريكوست بالبساطه دي، وانت دورك كمحلل بيانات انك تترجم الاسئله دي لاسئله سمارت، بحيث انك تقدر تطلع تقارير مظبوطه ويتاخد عليها قرار سليم. خلونا كده بقى في البدايه نروح نعمل حبه ميجرز او حبه كالكوليشنز ليها علاقه بالاجابه على الاسئله دي، او بالريبورت الاول اللي هم طالبينه. هاجي هنا كده على اد فيلد تحت، وهعمل اد كالكوليتد فيلد، وهسمي دي كده توتال رايدز، او عدد الرحلات او اجمالي الرحلات. ودي هتكون عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا هعد كل الرحلات الغير مكرره، بحيث ان انا اطلع عدد الرحلات كلها. طيب اكتب بقى المعادلات دي ازاي جوه لوكر؟ بكل بساطه عندي هنا حبه فانكشنز من ضمنهم كاونت ديستنكت، وعشان اوصل لكل الفانكشنز دي بعمل ايه؟ بروح على جوجل وبعمل هنا لوكر فانكشن ليست، وبدوس عليها، بيطلع لك هنا كل الفانكشنز والديسكريبشنز بتاعها، بحيث ان انت لو عايز تعمل كالكوليشن معينه، عايز تعمل كولوم جديد مبني على فانكشن معينه، فتقدر من خلال الفانكشنز دي ان انت تشوف القصه بتاعتها ماشيه ازاي، وكمان تشوف الديسكريبشن وطريقه الكتابه بتاعتها. فهنرجع هنا تاني وهنقفل دي كده، وهنا هكتب كاونت ديستنكت، وهحط هنا البوكينج اي دي، وهدوس دن. فهنا بيظهر لك اهو تحت كده التوتال رايد او الميجر او المتركس اللي انت كريتها. فهسحبها هنا كده لفوق، وهنا باي ديفولت بيجيب لك تيبل. انا مش عايز تيبل، انا هاجي هنا من تشارت تايب وهخليه النوع ده، هخليه اوريدي سكور كارد، وهعمل له ايه؟ ريسايز كده، وكده زي الفل. كده عندي اجمالي الرحلات بتاعتي. جميل قوي. فاذا عدد الرحلات حسب نوع المركبه احنا عملنا اول جزء منها. جميل. الحاجه التانية هروح اعمل كارد جديد وهعمل ميجور تانية، فاجي عند ادي تشارت من هنا كده وهعمل اد سكور كارد وهحطه هنا كده، او اختصارا للوقت هاخد دي كده كنترول سي وكنترول في عشان برضه تتعود على ايه؟ على الشغل في لوكر. الميجر التانية اللي انا هروح اكريتها هو ان انا عايز احسب نسبة الالغاءات. فاجي هنا على اد فيلد من تحت واد كالكوليتد فيلد، وعايزك تركز معايا بقى، وهنا هسميها برسنتج كده كانسليشن. الكانسليشن دي بقى بتعمل ايه؟ عايزك تركز معايا بقى. اولا انا جيت قلت لك اللي انا عندي حاجه اسمها البوكينج ستيتس، ودي بتعبر عن حاله الرحله. انا بقى عايز اعرف اجمالي الالغاءات، سواء الغاءات من السواقين او الغاءات من الركاب. فهعملها ازاي بقى؟ اول حاجه انا عايز اعد عدد الرحلات الغير مكرر، وبناء عليها او بناء على العدد الرحلات ده هروح اجيب النسبه بتاعته من اجمالي الرحلات. هعملها ازاي؟ واحده واحده. اول حاجه انا عايز اعد الغير مكرر، هكتب كاونت ديستنكت، جواها بقى عايز اعد كل الرحلات بس اللي اتلغت بس. فهنفكر فيها كده، فعايزك تعد بس بشرط. الشرط ده بقى هنتعلم اللي احنا ازاي دلوقتي نكتبه. هعمل كيس او هكتب كيس ثم وين، واللي كتب اس كيو ال عارف كيس وين دي. كيس وين دي بتسمح لي ان انا اعمل شرط بناء على حاجه معينه، او ان انا اعدي على شروط معينه عشان انفذ حاجه معينه. فانا اقول له ايه؟ كيس وين البوكينج ستيتس. البوكينج ستيتس ايه بقى؟ احنا عندنا اكتر من حاله، فهقول له ان، وهفتح بقى ايه قوس كده، هبتدي احط له كل الشروط او كل الحالات اللي انا عايزه يعد بناء عليها. فهنا كده هديله كنترول في، دي كل الحالات طبعا اختصارا للوقت يعني، وكذلك هنا. طيب هنا بقى نعيد كده شرح الكلام ده تاني. اول حاجه قلت له لو سمحت عد لي الغير مكرر من الحالات دي. كده بعديها هعمل ايه بقى؟ هبتدي اكتب كيورد اسمها then. يعني بعد ما اعمل الكلام ده اروح اعد ايه؟ بس تعد لي بقى البوكينج اي دي، رقم الرحله. بس كده؟ لا معلش، في كيورد تانية اسمها اند. كده يا باشا احنا خلصنا شغلنا. هنيجي بقى هنا كده نعمل على التوتال رايدز اللي احنا لسه اوريدي انشأناها. سيف ودن. وهبتدي انا اروح هنا كده
على التوتال رايدز الكوبي اللي انا خدتها، وهنا هيطلع لك حبه بروبرتيز حلوه قوي ليها. هنا بنحط الميتريكس اللي احنا عايزينها، وهنا لو عايزين نخلي السكور كارد ده ليه سبارك لاين او ترند لاين، فهنا بنختار الديت مثلا، بيطلع لنا بالشكل ده كده زي ما انت شايف. حلو. فانا في الحاله دي انا مش عايزه، كنترول سي، ارجع كما كنت، شكرا. وهاجي هنا كده هقول له ايه، الكانسليشن برسنتج بقى. طلع لك كام يا باشا؟ طلع لك 32%، بس مش معموله عليها علامه البرسنتج. فهاجي هنا عند القلم ده، وهبتدي ان انا هاجي هنا عند الديسبلاي تايب، اقدر من هنا طبعا ان انا اديها اسم معين، وهنا هقول له نيوميريك ثم برسنتج، وطبعا لو هي كرنسي هختار الكرنسي بتاعي، فهقول له برسنتج. وهنا اوريدي انت عايز الديفولت نمبرز او الديفايدد بتاعتها تبقى عامله ازاي، او ما بعد الكوما، عايزها 1 ولا 0 ولا 2 ولا عايز تحط حاجه معينه. فاذا هي 32.18%. حلو قوي، جميل. بعد كده هروح هبتدي ان انا اعمل حاجه تاني عشان اتاكد من الكلام بتاعي ده. هاجي هنا كنترول سي، وهاجي هنا كده، هاجي هنا هعمل توتال كانسليشن. هعيد اختراع العجله؟ لا، هاخد دي كده تاني، وهبتدي ان انا اروح هنا اد كالكوليتد فيلد ثم توتال كانسليشن، وهبتدي ان انا اعمل كنترول في. بس في الحاله دي بقى هشيل الديفايدد دي كده عشان يطلع لي الرقم. هدوس سيف ثم دن، وهبتدي ان انا اخد دي كده كنترول سي ثم كنترول في، وهديله بقى التوتال كانسليشن بتاعي. فاذا ده التوتال كانسليشن بتاعي. بس في حاجه هنا، احنا دلوقتي طلعنا الكانسليشن از ا برسنتج وطلعناها كمان كرقم. انا دلوقتي ممكن اشيل دي كده واحط الرقم والنسبه، وكمان اعمل نسبه تاني تبين حجم الكومبليتد. هتقول لي ما هي معروفه، اقول لك معلش، الرقم هيسهل اكتر قراءه التقرير. هنروح نعمل اد فيلد، وهنعمل هنا percentage في الفيلد نيم completed rides، والcompleted rides برضو هتبقى نفس الفكره. لو سمحت count distinct، عد لي الغير مكرر. بعد كده معلش اعمل لي كمان شرط قبل ما تروح تعد، شرط ان الحاله كيس ادي وين الحاله بتاعت البوكينج ستيتس بتساوي بقى في المرحله دي completed. ادي اهي completed. بس كده يا باشا؟ لا، احنا كده خلصنا الشرط. ما بعد الشرط then عد لي بقى يا باشا ايه رقم الرحله. بس كده؟ لا، في اند. كده احنا قفلنا اوريدي الكيس وين بتاعتنا. هنروح نقسمهم على ايه بقى؟ على التوتال رايدز، والمفروض الرقم اللي هيطلع يكون مكمل للكانسليشن. ادي سيف ثم دن، وهناخد دي كده كنترول سي ثم كنترول في، وهنا هحط الكومبليتد، وهنا هخليها برسنتج. وتعالوا بقى نشوف، تعالوا بقى نحسبها مع بعض. ادي 62.21 زائد 32.18. ايه ده؟ ما طلعش يا باشا، ما طلعش. فيه بتاع 6% ناقصين، راحوا فين؟ هقول لك دي بقى اللي الحاله بتاعتها incompleted، اتطلبت وما كملتش للاخر. هتقول لي طب وريني، اقول لك يلا بينا. هناخد دي كده كنترول سي ثم كنترول في، وهنروح هنا نعمل ايه؟ اد كالكوليتد فيلد، وهنسميها هنا ايه بقى؟ incompleted ايا كان بقى. وبرده هنا برده كاونت distinct ثم كيس عشان نتشيك على البوكينج ستيتس اللي اسمها incompleted. then عد يا باشا البوكينج اي دي، وبعد كده end، وبعد كده على التوتال رايدز، وتعالوا نشوف بقى هيطلع كام. ادي الانكمبليتد طلعت لي بصفر، يبقى انا كاتب انكمبليتد غلط. هنروح هنا على ريسورس مانج اديت داتا سورس اديت ثم بريفيو البوكينج ستيتس ريفريش بريفيو اهي. مش انكمبليتد، مفيش حاجه اسمها انكمبليتد تقريبا، انكمبليت. معلش الانجليزي بتاعي خن. فهاجي هنا على انكمبليتد دي، هنشيل يا باشا بعد اذنك دي كده، وهنخلي دي، وهنيجي هنا كده نشيل كمان دي incomplete update. حلو قوي، ظهر الحق 6%. وهاجي هنا عند البرسنتج
فالانكمبليتد دي كانت النسبه الناقصه من الرحلات الملغاه بتاعتنا، وعشان كده احنا ما حطيناهاش لان هي رحله بيدفع عليها فلوس. وعشان نتاكد ممكن كده نروح نعمل كده ايه sum للبوكينج فاليو او تمن الرحلات يعني، او سعر الرحله. هنا هنسميها عادي ريفينيو. طب بص هنا ظهر لك حاجه مهمه قوي، بيقول لك هنا ايه some doesn't support some text. فكويس ان المشكله دي ظهرت. هنرجع كده كانسل وهنيجي عند البوكينج فاليو. دي تكست. لا يا باشا دي كرنسي. ادي فين النمبر، ادي الكرنسي ايجيبشن باوند ثم دن. هنرجع تاني ونكتب اوريدي ادي ريفن يو ثم سم البوكينج فاليو، هتلاقيه اشتغل معانا عادي خالص، ثم سيف ثم دن. عشان بقى نتاكد من الكلام ده هنروح مانج اديت داتا سورس ثم اديت ثم داتا بريفيو ثم البوكينج فاليو او سوري البوكينج ستيتس، وهنا كده الريفينيو. وعايزك تركز بقى معايا. بص يا باشا بص، الكومبليتد زي ما جيت قلت لك قدامها فلوس اهي، وكذلك الانكمبليت تمام قدامها برضو فلوس. فاذا الرحله الغير مكتمله بيدفع كمان عليها فلوس، فعشان كده انا ما حسبتهاش من ضمن الكانسليشن، ودي اللي بيمثل 6% من اجمالي الرحلات ككل. فاذا المشاكل اللي حصلت دي اثناء الشغل هتعلمك اكتر بكتير جدا من ان انا اشرح لك الحاجه واحده واحده، لان انت اتعلمتها في كونتكست او سياق. نرجع تاني للايميل بتاعنا. كده طلعنا نسبه الالغاءات مقارنه باجمالي الرحلات، وهو بقى هنا عايز يعرف عدد الرحلات حسب نوع المركبه والاتجاه الزمني لمعدلات الالغاء لمعرفه ما اذا كانت المشكله تتفاقم. عايز لاين تشارت، يعني الاتجاه الزمني يعني عايز لاين تشارت. هنروح بقى كده اول حاجه نعمل حبه تنسيقات. هروح على شيب وهعمل الشيب ده كده حلو، وانزل تحت كده اسحبه، وكذلك دول هاخدهم كات، وهاجي هعمل شيب تاني كده وهديهم الوان، وليكن بقى شوف اللون اللي انت عايزه ايه، بس طبعا لازم تراعي الالوان دي بنسبه كبيره. فانا هخلي الدرجه دي وهنا برضو الدرجه دي، وهبتدي ان انا احط الحاجه بتاعتي هنا حلو كده زي الفل. بعد كده هبتدي ان انا اعمل التشارتس بتاعتي. هاجي هنا وهعمل اول حاجه بار تشارت، لان هو بيقول لي انا عايز ديستريبيوشن او توزيع الرحلات حسب المركبات. فبكل بساطه هوسع دي كده، وهاجي من هنا كده في سيت اب، وهخلي الدايمنشن دي بدل ما هي تايم هخليها الفيكل تايب او نوع المركبه. وكذلك هنا هحط له في المتريكس التوتال رايدز، ادي التوتال رايدز في المتريكس. وهنا لو انا عايز اعمل سورت هعمل سورت هنا descending ولا ascending على حسب ما انت عايز تحت في السورت هنا. وهنا لو انت عايز تعمل بريك داون لحاجه معينه او تقسم الكلام ده بناء على حاجه معينه. وفي هنا اوبشن جميل قوي اسمه الاوبشنال ماتريكس، ممكن نفعله كده ونختار الريفينيو، بحيث ان هو لو جه هنا كده على اوبشنال ماتريكس هيختار ريفينيو ولا توتال رايدز. ادي الريفينيو، وشيل من هنا كده توتال رايدز. ممتاز قوي. فده اوبشن جميل قوي ممكن تضيفه يعني. وهنيجي في الستايل هنا وهنعمل ايه، هنعمل اوريدي اد او اظهار للداتا ليبل، وهنخليها بولد. وهنا طبعا زي اي برنامج تقدر اللي انت اوريدي تعدل فيه التكست والنص بتاع التشارت بتاعتك. وهنا هنديها التايتل، وهسيب التايتل باي ديفولت عادي جدا. الحاجه الثانيه اللي هو طلبها مني هو عايز يعرف نسبه الالغاءات مقارنه بالاجمالي الرحلات. اقول لك مفيش مشكله، تعالى نحط له التشارت دي اللي بتعبر اوريدي عن الحاله، وهي الباي تشارت. احط هنا بوكينج ستيتس، وتحت احط التوتال رايدز، بحيث هنا كمان يظهر له ادي نسبه الالغاءات لكل فئه. وكذلك لو انت عايز تشيل الكومبليتد دي وتخليها دول بس مفيش مشكله. هنروح هنا كده على فلتر وهنختار كرييت فلتر، وهنا هنديله تيست او اي اسم عامه، وهقول له هنا اكسكلود يعني اختار لي كل حاجه ما عدا اللي انا هختاره دلوقتي. ادي البوكينج ستيتس اللي بتساوي كومبليتد. عايز تحط الانكمبليت معاهم ولا تسيبهم؟ ممكن نسيبها. وهنا طبعا كل الكونديشنز اللي انت عارفها اللي ليها علاقه بالتكست، ولو ده اوريدي نمبر هيكون ليه كونديشنز مختلفه. وهنا اند اور عشان لو عايز تضيف شروط اضافيه. فهدوس سيف وركز هنا كده بقى. طلع لي يا باشا الشكل اللي قدامك ده كده. ادي يا باشا الكانسلد باي درايفر، انكمبليت، وهنا نوت درايفر فاوند، وكذلك كانسلد باي كاستمر. ناقص حاجه كمان هنعمل له التشارت دي. ادي تشارت ثم اد لاين
التشارت، ادي اللاين تشارت، وهنا كده اهو، وهنا هديله الديت في الدايمنشن، ومن دريل داون دي اقدر ان انا اوتوماتيكلي اقسم الديت بتاعي لشهر وسنه ويوم، بحيث ان هو لو طلع كده ياكسس على الشهور، ولو طلع كده ياكسس على السنين، ولكن زي ما انت عارف دي بيانات سنه واحده، فهنخليها الشهور. طب لو انا عايز اخليها اسابيع، تقدر ان انت تعمل اد فيلد ثم اد كالكوليتد فيلد، وتكتب هنا فانكشن اسمها ويك، وتختار الديت، وهنا تسميها ويكس، وتاكسس عادي خالص عليهم وتحطها معاها، ادي ويك، وخليها فوق اليوم على طول، بحيث ان هو لو طلع كده ياكسس على الاسبوع زي ما انت شايف. وطبعا يعني هنا ده بالنسبه كده للتوتال رايدز. احنا عايزين بقى الكانسليشن، ادي الكانسليشن، وزي ما انت شايف تعالى بقى نديها سورت اسندنج بس باي ديت، ادي ديت وادي اسندنج زي الفل. تعالى بقى نظبط حبه ستايل كده. اول حاجه هنروح هنا نخلي دي كده سنجل كلر، ودي خلاص ظبطناها، وندي دي كده تايتل، اوكي، وهنخلي الليجند دي تحت، هنخليها هنا اهو الليجند باتوم زي الفل كده، وكذلك ده هنديله تايتل برضو اهي، وتقدر انت من هنا تديله مسميات معينه. وهعمل هنا بقى حاجه مهمه جدا وعايزك تركز فيها، هعمل هنا فلاتر، ادي اول فلتر، واخد الفلتر ده كنترول سي ثم كنترول في، وهضيفه كمان مره عشان تعرف انا ضفته ازاي، ادي اد كنترول ثم دروب داون ليست. والاد كنترول دي فيها اوريدي كل الكنترولز اللي انت تقدر تتحكم فيها جوه الداشبورد بتاعتك، زي انبوت بوكس، زي ادفانسد فلتر، زي سلايدر، زي تشيك بوكسز، وزي فيكسد سايز ليست، ايا كان على حسب الحاجه اللي انت عايزها. واللي عنده اوريدي خلفيه بالفيجواليزيشن هيعرف الكلام ده، ولو انت عايز تعرف اي واحده منهم تقدر انت تسيرش عليها وهتفهمها يعني بكل بساطه. فانا هنا عندي اول فلتر، وده هو حاطولي باي ديفولت الفيكل تايب، وده بالفعل انا كنت هعمله، ولكن هاجي هنا عند كنترول فيلد هديها مثلا كاردز، ده اسم معين كده انا عايزه. والفلتر التاني هخليه ايه؟ هخليه والله البوكينج ستيتس. وفي الديت ده انا هشيله وهحط حاجه مهمه جدا اسمها ايه بقى؟ اسمها ديت رينج كنترول، وهاجي عليه كده وهدوس ستايل، وده طبعا بيكون ليه ستايل لوحده يعني. طيب الديت رينج كنترول ده بقى بيبقى عباره عن ايه؟ ده يا باشا بكل بساطه عباره عن كالندر بيتحكم او بيعمل لك فلتريشن على الفترات الزمنيه، وكمان مربوط بالكاردز اللي فوق دي، وبيعمل حاجه مهمه جدا، وهو بيحسب حاجه اسمها الجروس ريت او معدل النمو بناء على الفتره الزمنيه اللي انت بتختارها فيه. يعني على سبيل المثال هو بياخد باي ديفولت عمود الديت بتاعك اللي في الداتا سورس بتاعتنا او في الداتا ست بتاعتنا، وتقدر انت من خلاله اللي انت تاكسس على حاجه معينه. فتعالى هنا كده احنا عندنا بيانات 2024، ادي 24، فانا عايز مارس 1 مارس لحد هنا لحد 31 مارس، وادي ابلاي، فلتر لك على الفتره الزمنيه دي. فوق بقى هنا في الكنترولز اقدر ان انا بناء على الفتره الزمنيه اللي انا اخترتها اللي هي 31 يوم يجيب لي الفتره الزمنيه اللي قبلها او نفس طول الفتره الزمنيه، واللي هي في الحاله دي برضو 31 يوم برضو، ويحسب لي الجروس ريت بتاعها او معدل النمو بتاعها. فتعالوا نشوف كده. هاجي هنا عند توتال رايدز، وهاجي تحت خالص هنا عند كومباريزن ديت رينج، وهختار من هنا كده بريفيوس بيريود، وركز هنا كده اهو قارن لك بال 31 يوم اللي قبليه وقال لك 0.1%، وعامل لك سهم لتحت اقل يعني من ال 31 يوم اللي فاتوا بالنسبه دي. طب تعال نشوف اللي بعدها برضو نفس الفكره، بريفيوس بيريود ابلاي، وكذلك هنعمل في الباقي. حلو قوي. انا عندي هنا في اجمالي الرحلات النسبه دي يعني عاديه جدا، وعندي هنا في الكانسليشن اقل بنسبه -2 ومش عارف ايه، فدي حاجه جميله. فكل ما كانت الكانسليشن اقل كل ما كان احسن. فهاجي هنا عند النيجاتيف دي هخليها اخضر، وهخلي البوزيتيف بتاعها احمر، وكذلك الكلام ده هنا برضو اخضر وهنا احمر. وفي الكومبليتد اسيبها زي ما هي، والانكمبليت برضو هنخليها دي احمر، وهنخلي دي اخضر، بحيث ان كل ما كان الرقم اقل كل ما كان احسن. فدلوقتي ركز هنا كده، انا عندي هنا 5.72 في شهر مارس. تعال بقى نجيب شهر كده ايه، فبراير. خد بالك عشان دي 29 يوم، لان 24 تقريبا سنه كبيسه. فهندوس ابلاي، بص يا باشا جاب لك النسبه اهو اللي قبليها. فدي حاجه مهمه جدا وسهله جدا في لوكر،
بحيث ان انت تقدر تحسب الجروس ريت بناء على البريفيوس بيريود. ركز بقى هنا معايا في البريفيوس بيريود دي. البريفيوس بيريود بتشتغل على اللينس بتاع الايام او طول المده. يعني لو بتقارن 30 يوم ب 31 يوم، هو ما بيحسبش 30 ب 30 او شهر كامل بشهر كامل، لا، هو بيحسب مده الايام اللي هي 30 يوم ويروح يجيب 30 يوم قبليها. فركز في الحته دي كويس قوي. كده يعتبر احنا فنشنا الريبورت بتاعنا. عايز بقى نضيف هنا صوره او ايكون او ايا كان، هاجي هنا على ابلود ايمج هنا وهعمل ابلود ايمج عادي خالص. ولكن انا في الحاله دي مش هحط ابلود ايمج. كده احنا اوريدي فنشنا اول جزئيه او اول صفحه من الداشبورد بتاعتنا، وجاوبنا على اسئله الاداره، او التقرير ده هيجاوب على اسئله الادارات. هو هنا طالب ايه؟ اجمالي الايرادات الفعليه مصنفه حسب نوع المركبه، وعايز حجم الايرادات المفقوده نتيجه الالغاءات، وتوزيع الايرادات. طيب خلينا كده واحده واحده نروح نجيب اول حاجه اجمالي الايرادات الفعليه. احنا اوريدي جبناها لما جينا عملنا الصم بتاع البوكينج فاليو، وعدلنا كمان الداتا تايب بتاعتها. في حاجه هنا بقى عايزين نجيبها، وهي التوتال لوس او اجمالي الفلوس اللي راحت عليا من الرحلات. هتقول لي الله، فلوس ايه؟ ما احنا عندنا دلوقتي اي رحله بتتكنسل بيتحط لها نل. اقول لك لا، ده في الانكمبليت ليها فلوس، فهو عايز بقى يشوف نسبه الفلوس بتاعت الانكمبليت دي قد ايه. فعشان نعملها هنروح على اد كالكوليتد فيلد، وهنا ادي توتال لوست، وهعمل هنا صم الايه بقى؟ انا عايز صم للرحلات الملغاه، ما دي ملهاش فلوس يا ابني. فاذا صم للانكمبليت بس. الله يصلح حالك. كيس وين البوكينج ستاتس ايكوال انكمبليت، بعد كده زن هروح اجمع ايه بقى؟ الله يصلح حالك، البوكينج فاليو. بعد ما جمعت البوكينج فاليو، شكرا يا باشا، ادي اند وبس كده. تعالوا بقى كده نشوف الانكمبليت. ادي التوتال لوست، وخلي لي دي كده سكور كارد. طبعا يا جماعه هو بياخد حبه وقت اكيد، لان احنا بنحاول 150 الف رو، فده رقم كبير يعني. ليه يا ابني؟ ايه اللي حصل؟ اكيد احنا كاتبينها غلط. incomplete update done. فاذا ادي التوتال لوست، وادي الريفينيو، كنترول سي ثم كنترول في، وهجيب هنا الريفينيو. دلوقتي انا جبت الريفينيو وجبت ايه؟ التوتال لوست. عايز بقى كمان اجيب التوتال كومبليتد، فادي اد كالكوليتد فيلد ثم توتال كومبليتد، وهاجي هنا صم برضو كيس وين البوكينج ستاتس ايكوال كومبليتد، وبعد كده then ثم البوكينج فاليو ثم اند ثم سلام عليكم. وهنا هنحط التوتال كومبليتد. اكيد برضو كتبنا كومبليتد غلط، انا مش فاهم في ايه. اهو نجمع كده بقى الاتنين دول. تمام قوي كده. ادي 4 7 2 6 0 4 5 7 4 زائد 4 5 8 5 6 0 9. طلع لنا الناتج بيماتش الريفينيو، فاذا احنا ماشيين زي الفل. فنرجع تاني. هو عايز ايه بقى تاني؟ عايز توزيع الايرادات حسب طرق الدفع، وكمان الفرق بين الايرادات والخسائر او خسائر الرحلات. يعني كل الباقي عايزه فيجواليزيشن او يتم تمثيله بيانيا. هنيجي هنا نعمل برضو بار تشارت عشان نحط التصنيف بتاع الرحلات او توزيع الرحلات من حيث الايرادات والنوع المركبه. ادي هنا الفيكل. طيب فيكل، وهنا هنحط الريفينيو. ممتاز قوي كده. وكمان المكمل للتشارت ده احط اوريدي دونت تشارت يبين لي حاجه مهمه قوي، وهي توزيع الايرادات حسب طرق الدفع. فاذا اهو انا عندي دي كل انواع طرق الدفع، فهنا هديله تايتل، وتحت هنا في الليجند هديله سنجل كولر، وكمان في الليجند هنا هديها له باتوم. وسريعا هنا تعالى نعمل الستايل بتاع ده كده. هات الشارت تايتل، بعد كده هات شو داتا ليبل وخليها بولد، وكذلك تحت هنعمل ستاكت كولوم كده او ستاكت بار كده تبين حاجه مهمه قوي، وهي الايرادات وخسائر الرحلات. طيب الفرق ده بناء عن ايه؟ هو هنا مش موضح بالظبط وعايز يشوف ايه، ولكن احنا ممكن نعمل الايرادات والخسائر في كل شهر ونبعت له التقرير بناء على كده. هاجي هنا هختار اوريدي الديت ودريل داون هنا واخليها مانث بس. هشيل ده كده من هنا، وهاجي في البريك داون ده هشيل دي، وهخلي التوتال لوست مع التوتال ريفينيو، وهسحبها كده، وهنعكس دي كده فوق. ولو جيت تلاحظ هتلاقي هنا يعني الخسائر بنسبة كبيرة متوزعة
بشكل طبيعي على اوريدي الشهور ما عدا شهر مارش. وكده يكون خلصنا الداشبورد بتاعتنا، ونقدر من هنا بقى نعمل نفس اللي احنا عملناه هناك. comparison date range نخلي دي هنا كده previous period apply، وكذلك دي previous period ثم apply، وكذلك الأخيرة برضو previous period ثم apply. وهنا هحط already date range control، ويبقى احنا كده خلصنا التقرير. ندي دي بقى كمان تايتل من هنا كده، وبس كده يا باشا. كده احنا طبقنا مبدأ مهم جدا في عرض البيانات، وهو الكيس رول keep it simple stupid. زي ما انت شايف 3-4 مخططات وكم كي بي اي، وشرحت التقرير بكل بساطة مع كم فلتر، ومش محتاج اكتر من كده. ممكن انت بقى تمثل الكلام ده بشكل بياني او تختار تشارتس معينة، دي براحتك مفيش مشكلة. ولكن انا هنا بقى هبتدي ان انا اشير التقرير ده. بس قبل ما اشيره انا هروح هنا عند pages، وهاجي عند manage page، وهختار هنا البيج الاولاني هسميها page 1، وهنا page 2، وهاجي من هنا كده هديهم ايكون، مثلا ادي واحد، اي ايكون بس بديك الفكرة. وهنا ماشي، وهنا ناقص ان احنا بقى نجرب الكلام ده. هندوس هنا كده شوف هتفلتر ولا لا. زي الفل فلترت والدنيا تمام. وبكده دلوقتي نكون خلصنا الشارتس بتاعتنا. عايزين بقى نروح نشيرها مع الاداره. هنروح من هنا من على شير، وهعمل حاجه اسمها سكادجوال ديليفري، او هاخد او هانفايت بيبل، او اوريدي هداونلود الريبورت از بي دي اف. فانا دلوقتي عايز التقرير ده يروح له بعد كذا يوم على الميل، فهعمل سكادجوال ديليفري. وهنا بحط عدد الصفحات، ادي صفحه 1 وصفحه 2 مثلا. وهنا بحط سواء المدير المالي او مدير الاوبريشن. وكمان هنا هقدر اسكادجوال التايم بتاعي والساعه كام، ولو عايز التقرير ده يتبعت بشكل ديلي ولا ويكلي ولا ايه بالظبط. ده لو انا عايز اخلي الريبورت دايما يتبعت له بشكل اوتوماتيك. ودي من اقوى الحاجات في لوكر ستوديو، واللي بيخلي اصلا ناس كتير جدا بتروح عشان خاطر الامكانيه دي تحديدا. وكذلك هنا في الفلتر، لو انا كمان عايز ابعت له الفلاتر بتاعه بيج 1 والفلتر بتاع بيج 2، لو انا اوريدي حاطط فلاتر فيها، بحيث ان التقرير كمان يروح متفلتر له على نتائج معينه. ومن فوق هنا هندي اسم للريبورت بتاعنا، ادي تيست 2. وبكده نكون اتعرفنا على الكالكوليتد فيلدز وازاي نحسبها، وكمان ازاي نعمل فيجواليزيشن، وكمان امبورت للداتا سيت بتاعتنا، وكمان ازاي نشير التقرير بتاعنا مع اكتر من اداره. ان شاء الله اتمنى يكون ربنا وفقني وقدرت تفهم معايا ازاي تستخدم لوكر بشكل سهل وبسيط. وان شاء الله تابعنا في حلقات جايه، بحيث ان احنا هننزل اكتر من مشروع بامر الله، عن ان احنا كمان نستخدم اكتر من كالكوليتد فيلدز ونحل اكتر من مشكله. فما تنساش بقى تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ولو عندك اي سؤال اكتب لي في الكومنتات تحت وانا هكون معاك ان شاء الله. سلام.